ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده الجزء الثاني من عبثيات الاعلام المصري، فقبل اي حاجه انزل لي بالانترو. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب. ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ اعبث فيديو انت شفته في حياتك، شيكو بنزا لاعب الزمالك بيرقص مع مهيب على اغنيه حلاوتها ام حسن. مفيش اعبث من كده، انا متاكد من ده. لا انت مين؟ انا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اكبر نادي في افريقيا. ركز بقى، اكبر نادي في افريقيا. من اكبر نادي في افريقيا. عارف اقول ايه؟ هو والاهلي واكبر طبعا الاهلي ده حاجه جميله يعني. ايوه. واكبر نادي ليه شعبيه في العالم العربي، ورئيس نيابه ورئيس محكمه وعضو برلمان من 22 سنه، ومن اكبر المحامين في مصر والعالم العربي. ده شرف ليك انك تسلم على صابع رجلي. طب انا نفسي اعرف اكتر نادي جماهيريه في الوطن العربي على اساس ايه؟ انت مش ملاحظ ان ليفل الغرور عالي عندك حبتين؟ عشان 2018 ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مش مضحكني في الموقف دوت قد طريقه دخلة مجدي عبد الغني وخضت كوبر. في حوالي 18 لعيب عقودهم خلصت ومشوا ومضوا في انديه ثانيه، اللي انت شايفهم دول لن يبقى منهم غير الولد الصغير بيسو وحسن اللي انا لاعبهم واكرم. عادل شكل شويه كمان وهيدخل جوه بقه. حسن باقي في الاتحاد السكندري بعد يوم الاحد ان شاء الله. ورد علينا جدعان يا اسكندراني. يا كابتن حسام ودايما ان شاء الله بتاع. شكرا يوري بقاء العميد. لحظه عادل، لحظه عايز اقول زميلي. انت عندك اولاد؟ اه عندك ايه؟ عندي مراد ده ولد؟ ايه السؤال الغريب ده؟ اكيد مراد يعني بنت. لك الف مبروك، فوز غالي النهارده واحرازك هدف على تعادل النهارده، هزيمه النهارده ايوه يعني ايه اللي حصل في الاخر برضو؟ انت قلت 3 احتمالات. جماهير تصاعد مع الفوز المتتالي مع كابتن مختار بيطالبوا بكاس مصر. والله احنا يعني انا واحد من الناس حتى يا محترم يا ابن التاريخ ابوك حسن. يا جدعان عادل شكل والله عبثي قوي، تحسه شبه بسيط اللي في سبونج بوب، وانا مش عارف برضو ايه فكرته ان هو يرقص قدام الكاميرا. هارد لك كابتن عم هارد لك ايه؟ هي دي كوره؟ مين اللي يقول كده؟ ايه انهي كوره؟ اعمل ايه ده يرضي ربنا؟ ضربة جزاء مش ضربة جزاء، وفاول مش فاول. دي ضربة جزاء ولينا ضربة جزاء بتاعت اسلام فؤاد ما يحسبهاش. ضربة جزاء، ضربة جزاء، طرد. في ايه؟ في ايه؟ انا عايزين تنزلوا داخلية؟ نزلوها. في ايه؟ انتوا عايزين تنزلوا فرق بعينها؟ مفيش مشكلة، احنا بقى نلعب الماتشات اللي باقية واحنا مرتاحين. ما بيخلصوا عليا بكده كل ماتش. عايزين توقفوني بقى وقفوني، عايزين تعملوا. مين الحكم ده؟ انا عايز اعرف. انا مش ههدى اصل كل مره ساكتين حاطين راسك بيخلصوا علينا بكده. ده ظلم اللي بيحصل فينا. انا نفسي اعرف بجد والله يا كابتن علاء، مين مهتم اصلا ان فريق الداخليه يبقى في الدوري علشان خاطر اصلا ينزلها، ومين برضو مستفيد ان البنك الاهلي يهبط اصلا؟ ما هو كده نادي الشركات في الاول والاخر يا استاذ خالد. انت بتهرج؟ انت بتهزر يا ابراهيم ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بس حضرتك سؤال كل الناس. انت بتتكلم مرتضى منصور، انت بتتكلم ممدوح بس يا استاذ ولا ايه؟ بتتكلم واحد ذكر. هو دلوقتي حضرتك بتهاجمني انا، انا بنقل لك الكلام اللي بيتقال. بقول لك ايه، انا اترن عليك حبيبي مع السلامه. يلا طيب. هو ساب صاحب المشكله ومسك في اللي بينقل الخبر. الحقير كسر بيتي ودخل بيتي يا شوبير. بتضحك على ايه يا شوبير؟ فين اخلاق النادي الاهلي؟ فين يا شوبير؟ تجري حامل موت في المستشفى دلوقتي يا شوبير. يعني بتضحك على ايه يا شوبير؟ يعني مش على ايه؟ على جمهور ما عندوش اخلاق. على ايه يا شوبير؟ على ايه؟ على ايه؟ يعني يا ريت يا جماعه نقطع المكالمه بعد اذن حضراتكم. احنا كده بقى عرفنا شوبير كان بيضحك عليه. هملكوا الشقه بس دلوقتي النهارده السلطه في بقى كده طريقه خيار كده. ده اسهل بقى. ده اسهل. 4 وبعدين تقوم جاي مقطعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. بعدين تقوم جاي حضرتك مقطعه كده.
يبقى انت كده ايه؟ خدت نص المسافه. عملت ايه؟ الخيار في عشان تعمل خيار صغير ومحندق، عشان تختصر الوقت تعمل 2 مع بعض. الاثنين مع بعض تعملهم كده، او لو انت قدامك وقت يعني وعايز تتسلى وتغني اغنيه في المطبخ تقوم جاي ايه؟ مقطعه واحده واحده. لو لقيت نفسك تعبان تقوم جاي مكمل كده انا مش شاغلني ان شوبير بيقطع خضار في استوديو تحليل كوره ولا كل الكلام ده، انا اللي شاغلني ان اسم الفقره كوره النهارده. انا عايز بس افهم هي فين الكوره في الموضوع. اشكرك كده هي كده ولا اشكرك؟ ها اشكرك هي كده، اشكرك هي كده. وبعدين لو بقلبك ليا نار دي صعبه دي. امشي وارتاح من العذاب. لو في قلبك ليا نار ارتاح من العذاب. انا مش جريح. دي صعبه دي. انا مش جريح هي كده صعبه. ولا ترضى بيح. انا حلمي كان هيكملك. انا حلمي كان انا حلمي كان انا حلمي كان. عمرو اديب عنده مواهب كتيره ما عدا انه يبقى اعلامي. انت عملت كام اغنيه لغايه دلوقتي يا عنب؟ انا عامل اغاني كتيره. وهو دلوقتي في البيت ما بيقولوا لك يا عنب؟ ايه؟ في البيت بيقولوا لك يا عنب؟ هي ما بتتنطقش كده. امال بتتنطق ازاي؟ عنب عنب. نون ودماغي هربانه مني يا برو. انا بكشف اي عركه اجباري هتموت من الخوف. ليه بتجري وتستخبى ولا مش سلاح ده الدو. رجلنا على الارض ثابته اعملكوا فته يا زبون. وسع على بابا جه. من حركته تحسه باسم حاجه لام كلثوم مش عنبه. انا همسك رئاسه الجمهوريه. مبدئيا اول حاجه هلغي الحي. مفيش حاجه اسمها حي. ليه بقى؟ لان الحي ده هو اللي عامل لنا مشكله دلوقتي. يلاقوا ليه قاعده بجرجير وراح جاي واخدها. يا باشا اديك يبقى الغي الحي. هجيب وزير الداخليه عم احمد السبكي. ان عم احمد السبكي عدو الحكومه. تيجي تقول له رخصه يعمل لك جنايه، فاكيد هيحس بالايه؟ بالناس. وزير الوزراء كابتن ابو تريكه. وزير الوزراء يعني ايه؟ اللي هو يعني يبقى ماسك رئيس الوزراء. ايوه خليك معايا انت بقى. ماشي. ما قلت لك ماشي. اللي ماسك ليه بقى لما يروح لاوباما والناس دي فهمتها هيقنعهم انا عارفه. انتبه. وزير المواصلات شعبان عبد الرحيم. اشمعنى؟ هم مزلقان عايده وبيفهم في المواصلات برضه فاهم انت؟ يعني مثلا الناس مش مش تخون. بالنسبه لوزير الري احمد ادم. عشان انت القرموطي وفين في الغيط وبتاع والكلام من ده. مين تاني؟ بالنسبه للجامعات مفيش جامعات. هي تبقى جمعيه واحده. وكل واحد يقبضها كل شهر. ايه رايك يا ريس؟ اعبث حاجه واغرب حاجه انت هتشوفها في حياتك ان سعد الصغير كان مترشح فعلا لرئاسه الجمهوريه بجد وخد 50,000 صوت. انت فعلا هتتجوز بوسي؟ انا بس عشان خاطر حضرتك يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. انا هكلمك بمنتهى الصراحه. يا ريت. هو في ارتباط ما بيني وبين بوسي. اتكلمنا بس هي عندها مشكله ان هي ما اتطلقتش لسه. فاول ما تتطلق ان شاء الله احنا هنكتب كتابنا ان شاء الله باذن الله. هو كان في قصه حب ما بيني وما بينها من حوالي 3 سنين. ويعني الحمد لله فلما حصل بقى جوزها حصل ما بينه حاجه كده وربنا يعني حصل له مشكله فاتكلمنا رجعنا تاني. طبعا انا اصلا كنت جايبها في الافلام وكانت من ايام الزقازيق. كنا بنحب من بعض من ايام الزقازيق. كانت هي شغاله في يعني انت كنت بتحبها قبل هي ما تتجوز؟ قبل ما تتجوز كنت بحبها طبعا. افهم من كده انها اتطلقت عشان هي بتحبك؟ لا يعني بوسي مخلصه. بوسي مخلصه. فاما تبتدي تطلع بقى ابتدينا بقى تكلمني اعمل ايه مش عارف ايه. شفت لو كنت اتجوزتك من الاول شفت مش عارف ايه. فابتدينا بقى ان هيحصل ان شاء الله. وانت انا ما قلتش الكلام ده لحد خالص. اول مره اقول لحضرتك انت عشان انا بحبك. ايه رايك في الفيلم اللي انا قلته لك ده؟ لا اصيل والله يا استاذ سعد مع انك بتحبها بس ما خالفتش الاصول. اول ما حسيت انها تتطلق رجعت تتكلم. ترتري لابسه بدله الراس قلت دي مش ممكن يكون راجل يعني. بس الشعب اللي عمل كده. ازاي يا معلم الشعب بيشوف الشارع. الاسطوره جعفر العمده. انا ما كنتش مصدق ان محمد رمضان. انا كنت فاكره رقاصه زنجيه. بس كده دي كانت حلقتنا. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش برضه تدعي لنا في غزه وجميع الدول العربيه ربنا ينصرهم. اشوفكم الفيديو الجاي. معكم زياد. سلام عليكم. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟